عليكم ورحمة مسيتم بالخير، عساكم الصحة والعافية. بعض الناس يعتقد أن جنسيته أو أصله أو خلفيته هي ما تحدد طريقة تعامل الناس معاه، مع أن هذا الشيء أبدا ما يخصه. كثير من الجنسيات يقولون والله الحين يتم التعامل معنا بعنصرية وفقا لأن جنسيتنا هي الجنسية الفلانية. هذا الكلام ما له دخل. أنا لو يجيب اثنين من عيال البلاد، خلينا نتكلم مثلا، هذا بشري وهذا بشري، هذا بني آدم هذا بني آدم، هذا عنده نفس عادات وتقاليد، هذا نفس الكلام، اثنيناتهم متطابقين في الصفات الأساسية. لكن الأول أنا عامله بكل ود واحترام وتقدير وودي أخدمه حتى لو ما يحتاج خدمة. والثاني عزكم الله الجوتي وايد عليه. طيب إذا هالثنين لهم نفس الأصل ونفس الخلفية ونفس كل شيء، شو اللي يخلينا نتعامل مع الأول غير عن الثاني؟ شيء واحد يا عزيزي، الأفعال. أفعالك هي ما تحدد مستقبلك، أفعالك هي ما حددت ماضيك، أفعالك هي تحدد من أنت. ما يخص جنسيتك ولا أصلك ولا عاداتك ولا تقاليدك ولا اللي تبه. أفعالك هي فقط من تحدد من أنت. أفعالك ومعلوماتك تحدد هويتك. بتقول لي لا والله الأوراق والجنسية تحدد، لا، أفعالك تحدد هل أنت مواطن صالح، هل أنت مواطن صالح تنفع المجتمع، هل أنت مثال مشرف للدولة، أم أنت مجرد عار الدولة ما ودها حتى أنك تشيل جوازها. في بعض الناس يعني تحطهم على الراس من جنسيات مختلفة ومن نفس الجنسيات أيضا. تحصل ناس الطبجة الثانية من الجوتي، عزكم الله، الجوتي الأول هاي الطبجة الثانية ما ينفع إلا لهم. سلام عليكم.